الشباب بالعالي الفور لا ينزلوا بالعالي. في منذ جواريفها. لقد مر على اعتقال قائد الإنسانية القائد عبد الله أوجلان 24 عاما في سجون الدولة التركية في جزيرة إمرالي التي قامت بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية وعدة دول أخرى بتخطيط مسبق للقضاء على حركة التحرر الكردستانية التي بينت مساعي الدول الرأسمالية من تفرقة المكونات وصير وإبادة الأفراد بشكل خاص والمكونات بشكل عام، حيث عملت على تمكين نفسها تحت ذهنية ذكورية سلطوية بحتة. ولتكن هذه الحركة بفكر القائد الخلاص من العبودية والعيش تحت شعار الأمة الديمقراطية وحرية الشعوب. لذا عملت الدولة التركية على أسر القائد آملة أنها قد أسرت الفكر معها، لكن وبعد مقاومة الجيريلا في مناطق الدفاع المشروع وبالرغم من استخدامها الأسلحة المحرمة دوليا على رفاقنا لا يزال الصمود والدفاع أقوى. وعملت إن الأسر كان للجسد فقط، بل وإنها عملت على استهداف شمال وشرق سوريا لتخفي خسائرها في مناطق الدفاع المشروع. وبفكر القائد عبد الله أوجلان أصبحت المرأة ريادية وحررها من قبضة الذهنية الذكورية، وعملت في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية. لذا لن تتمكن الدولة التركية من أسر الفكر، ونحن اكتسبنا الإرادة الحرة والأمل والثقة من قائدنا لنصل إلى ما نحن عليه ولن نتوقف، بل إننا سنكمل مشروع القائد عبد الله أوجلان. ونحن على يقين تام إن حرية القائد الجسدية قريبة، لأن حريته الجسدية ستكون الحل لقضايا الشعوب كافة. ونحن كنساء وأهالي مدينة منبج وريفها بمقاومتنا وصمودنا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب CBT للكشف عن وضع القائد وتحرير القائد جسديا من أيادي الدولة التركية الفاشية. بتحبوني بالروح بالدم نفديك أوجلان.